السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هشارك معاك اهم القنوات اللي انا قدرت ان انا استفاد منها في اللغه الانجليزيه. لكن قبل ما نبدا حلقه النهارده ما تنساش بقى تصلي على النبي وقول عليه الصلاه والسلام، ولو ما صليتش قوم صلي واعمل لك ورد قراني طالما احنا بنعمل للدنيا قوم اعمل برضه لاخرتك. اولا حابب ان انا انبهك لحاجه، ان تعدد المصادر في اللغه الانجليزيه هينتهي بيك ان هو مش هيخليك تتعلم. يعني مثلا انت منزل 50 فيديو انك تتعلم فيهم انجليزي و50 داونلود، عامل لهم ابلكيشن ان انت هتخش في الابلكيشن ده ومش عارف والحاجات الكتير، ومشترك في ويب سايتس كتير ومش عارف وحاجات كتير. كل ده ما هو الا عباره عن تضييع للوقت. فخليك مركز في كام حاجه وكام ابلكيشن في المستوى المبتدئ بالذات، لان المستوى المبتدئ ما هو الا عباره عن ورقه وقلم وكم قناه وكم ابلكيشن تقدر انك تستفاد وتكون حصيله لغويه كويسه. يبقى خلينا متفقين لغايه كده. القنوات اللي هنتكلم عليها دي من وجهه نظري انا استفدت منها. ممكن من وجهه نظرك انت شايف ان هي ممكن ما تكونش كويس، لكن على المستوى الشخصي هي كانت بيرفكت بالنسبه لي، كويسه جدا جدا جدا. فحاول انك تعمل لها سبسكرايب وانك تتابعها حتى لو فتره، وبعد كده ممكن تعمل لها ان سبسكرايب لو انت مش عايز. القنوات هي ما هي عباره عن قنوات عربيه وقنوات انجليزيه، لكن خلينا نتكلم عن المحتوى العربي الاول. البعبع بتاع الجماعه اللي هم عايزين يتعلموا انجليزي هو الجرامر. تمام. الجرامر هو ما هو الا عباره عن قواعد في المضارع المستمر والمضارع التام والحاجات اللي زي كده. فهي التصريفات بتاعتها، في حد بيجي يقول لك انا عايز اتعلم انجليزي بس التصريفات والافعال بتاعتها ما بتخلينيش ان انا عايز اتعلم او ان انا اكمل في اللغه، لان هي اصلا التصريفات مش هتفيدني في حاجه. انت عندك حق، لكن التصريفات هي عمود اللغه الانجليزيه، فلازم تعرف تصرف الفعل صح في الوقت والمكان الصح. فعلشان تعرف تستفاد من التصريفات وتكون لذيذه بالنسبه لك وغير مجهده بالنسبه لك وتفهمها بطريقه كويسه جدا، عليك وعلى قناه دروس اونلاين. دروس اونلاين طبعا قناه كبيره وعريقه للاستاذ احمد ابو زيد وكلنا عارفينها، لكن القناه فيها جزء لا يتجزأ من القناه وهي كانت اساس القناه، الجرامر. احمد ابو زيد اول لما بدات اتعلم انجليزي ما كانش قدامي غير احمد ابو زيد. احمد ابو زيد بيصرف الافعال وبيعمل التصريفات كويسه وبيحطك في المكان والزمان والمضارع والفيوتشر والبريزنت والفيوتشر كونتينوس والكونتينوس. كان دايما يقول لك كونتينوس دي اللي هي ايه، يعني ايه، كان حاجه من نوع الفن. فهو احمد ابو زيد من احسن الشخصيات اللي بتشرح جرامر كويس. يبقى احنا كده خلصنا من الجرامر. هنيجي بعد كده لانك ازاي تقدر تتكلم صح، لاني معلش يعني احترامي لكل المحتوى او الكونتنت اللي بيتقدم الانجليزي في الوطن العربي، لكن انك تاخد الكلام من اصل اللغه او من الناس اللي بتتكلم اللغه ده طبعا هيعمل اثر على المحادثه بتاعتك، وهيعمل اثر على اللغه بتاعتك وطريقه كلامك وطريقه الرياكشنات اللي هتقدر تتكلم بيها وطريقه مخرج الحرف نفسه. كل الحاجات دي لازم تاخدها من الشخص اللي بيتكلم اللغه. يعني هديك مثال، ما ينفعش ان شخص يجي يتعلم لغه عربيه مثلا ويجي يقول لك ايه، انا هروح اتعلم اللغه العربيه من شخص بيتكلم انجليزي، لكن هو مثلا اخذ اللغه العربيه بتاعته كاللغه العربيه كلغه تانية. هتلاقي مثلا الشخص اللي بيتعلم لغه عربيه كلغه تانية ده اللغه بتاعته كويسه وكل حاجه واحترامي لاي حد بيتعلم لغه تانية، لكن الشخص نفسه بتبقى اللهجه بتاعته مش نفس اللهجه العربيه اللي احنا عارفينها. كذلك الشخص اللي بيتعلم انجليزي كلغه تانية ما بتبقاش نفس القدر الكافي او القدر الممكن انك تقدر تستفاد منها. فلازم علشان تقدر تاخد اللهجه الصحيحه من واحد مثلا ككونتنت عربي لازم يكون متقن اتقان تام للغه، مثلا زي الدكتور او الاستاذ او البروفيسور في اللغه الانجليزيه الاستاذ ابراهيم عادل، وده طبعا هنتكلم عنه بس لسه شويه. احسن واحده ان تقدر تتكلم معاها وتخليك تخرج الحرف كما انزل learn English with لوسي. لوسي هي شخص بيرفكت جدا في، يعني عامله بلاي ليست كامله لمخارج الحروف وازاي تقدر انت
تخرج الحرف كما انزل. ما دي بقى الحاجه الكويسه انك تقدر تستفاد منها في المحتوى الانجليزي، هو انك يعني بتعلمك ازاي انك تخرج الحرف كما انزل، مش اللي هي مضيعه للوقت وان انت مش عارف البي من البي والحاجات اللي هي اللي فيها تشابه في النطق. فهي بتعلمك ازاي انك تقدر تخرج الحرف كويس. يبقى احنا كده ايه بالنسبه للتحدث اللي هو السبيكينج. تمام، يبقى احنا خلصنا الجرامر وخلصنا السبيكينج. نخش بقى على اهم الفوكابري او الفوكاب، انك تقدر ازاي تعمل مرادفات جديده. مرادفات جديده اعمل حاجه، يبقى انت عليك وعلى مين؟ على بوب. Learn English with Bob Canadian. وهو انا هحط لك دلوقتي كل المصادر بتاعتهم في الديسكريبشن تحت، يعني ما تقلقش. المهم بس ايه، احنا خلينا يعني شوف بص صورتي، يعني مش عارف اعمل ايه تاني يعني يا جدعان، انا صارف ومكلف خلي بالك. وده ما هو الا عباره عن سكالانس، يعني علشان الجماعه اللي بيقول لك انت بتشرب ايه، ده سكالانس عشان انا افوق بس. المهم لا احنا ما شربناش. المهم فالحاجه التانيه احنا عايزين مرادفات او كلمات كتير. بوب بقى، بوب ده المدرسه، هو الجامد التنين بالنسبه لي. ليه؟ بوب من الشخصيات اللي يعني ما بتحسكش ان انت قاعد وكاشش كده وماسك ورقه وقلم وعمال تكتب وراه كدرس، لا 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 خالص، انت اكنك قاعد في المكان نفسه. بوب شخصيه لو عايز اتعلمك مثلا حاجه عن الاوضه اللي احنا قاعدين فيها دي مثلا، فهو بياخدك للاوضه دي وبيعرفك كل كلمه بس، وبيحطها لك في عباره عن مثلا جمله. عايزك يعرفك حاجات عن مثلا المطبخ، فبياخدك المطبخ يقول لك دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا. عايز يعرفك حاجات عن السوق، فبياخدك للسوق نفسه وبيصور فلوج، يعني هو عباره عن فلوجز اصلا، فهو بس ايه في نطاق تعليم. بياخدك يقول لك دي 1 2 3 4 ويحطها لك في ايه؟ بيحطها لك في جمله. عايز مثلا يعرفك حاجات عن المنزل او الاساسيات بتاعه المنزل، فيقول لك ده 1 2 3 4 5 ويحط لك الحاجات دي في جمله. هو ده محتوى بوب، واستفدت منه في حاجه هقولها لك في اخر الفيديو، بس حاول انك تتابع الفيديو ده للاخر. المهم بوب هو شخصيه جميله جدا في تعليم اللغه الانجليزيه، هو يعني من احسن الشخصيات اللي حببتني في الانجليزي. فلو انت عايز تتعلم مرادفات جديده وافعال جديده والكلمات جديده فاتعلم من بوب. اخر قناه معانا هي طبعا بقى المحتوى الشامل الحاجات دي كلها في ابلكيشن معين، وعباره عن قناه من اكبر القنوات طبعا يعني العربي في المحتوى الكونتنت العربي، هو الاستاذ ابراهيم عادل. انا لغايه دلوقتي خلي بالك مستمر في تعليم المستوى الرابع من الاستاذ ابراهيم عادل اللي بينزله. يعني الاستاذ ابراهيم عادل لغايه دلوقتي لسه في المستوى الرابع في مثلا في القناه بتاعت زي امريكان انجلش، لكن انا لغايه دلوقتي مستمر مع الاستاذ ابراهيم عادل في تعليم اللغه. لان الاستاذ ابراهيم عادل انا عمري ما هشوف واحد مثلا بيشرح اللغه زيه في المحتوى العربي، احترامي لكل الناس اللي بتحكي في المحتوى العربي في الانجليزي بالذات، لكن الراجل ده ليه يعني قصه معايا ان انا استفدت منه. يعني الحاجه الوحيده يعني اللي انا اقدر اشكره عليها ان هو حطني على اول الطريق في تعلم اللغه الانجليزيه. فاللغه الانجليزيه كانت بالنسبه لي ما هي الا يعني عقبه، وكانت حاجه مستحيل ان انا اتعلمها في يوم من الايام. لكن استاذ ابراهيم عادل حببني في اللغه وحببني ان انا اتعلم اللغه، ولغايه دلوقتي انا مستمر وليش فضل والشكر بعد ربنا ان هو انا وصلت لليفل معين عمري ما كنت احلم ان انا اوصل للليفل ده، او ان انا اكون عندي الحصيله اللغويه دي، او ان يكون عندي طريقه التحدث دي. يعني هقول لك حاجه، استاذ ابراهيم عادل عامل ابلكيشن اسمه زي امريكان انجلش، طبعا كلنا عارفينه لان كتير مننا منزلينه، لكن كتير مننا مش يعني مش عامل له بلاي ليست او ان هو حاطه في اهم الحاجات اللي ممكن يعملها. لا، استاذ ابراهيم عادل يعني من اهم الشخصيات اللي انت لازم تستفاد منها وانك تتعلم منها انجليزي. يعني دول كل القنوات اللي انت تقدر تبدا من عليهم، يعني دي القنوات اللي انت الاربع قنوات اللي احنا حكينا عليهم دول، يعني ما افتكرش ان انت عايز حاجه تاني. لو انت شخص لسه مبتدئ ما افتكرش ان انت عايز قنوات تاني، يعني هتعمل ايه بيهم؟ ده انت لسه بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. عملت لك القواعد مع احمد ابو زيد، عرفتك ازاي انك تتكلم بطريقه الصح مع لوسي،
عرفك ازاي تكون مرادفات جديده جدا وحلوه وبطريقه لذيذه وسيمبل كده مع بوب. عرفتك ازاي تاخد كورس كامل مع ذا امريكان انجلش. يبقى انت عايز ايه تاني؟ انت مش عايز حاجه، انت كل اللي انت عايز ورقه وقلم وتبطل استعباط وتبدا مذاكره، تبدا مذاكره انجليزي. لان الانجليزي بقت مش حاجه دلوقتي هاف فن ان انت لازم ممكن تعملها وممكن ما تعملهاش، لا دي بقت حاجه اساسيه. فلازم تبدا تتعلم دلوقتي بعد ما تقفل الفيديو ده وتقوم تصلي العشاء او تقوم تصلي اي فرض عليك، انك دلوقتي تقوم تذاكر انجليزي. وانا دلوقتي هقفل الفيديو ونقوم نذاكر انجليزي. وابعت لي في الكومنتات، صح يعني الكومنتات مفتوحه، لو انت احتجت حاجه في الفيديو ده قول لي 1 2 3. اسالني يا عم، هو السؤال حر، السؤال مفيش، بص مفيش حاجه اسمها سؤال غبي وسؤال مش غبي، في حاجه اسمها سؤال. فانت لو عندك سؤال اسالني في الكومنتات تحت وقول لي 1 2 3، او ايه العقبه، او ايه مرادفات الجمله، او ايه اهم الجمل، او ايه اهم الابلكيشن. الكومنتات تحت وانا برد. انا من الشخصيات اللي برد على كل الكومنتات، ودور في الشانل هتلاقيني برد. فلو وصلت لغايه هنا فما تنساش بقى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، واشوفك على خير في فيديو قادم ان شاء الله، والسلام عليكم.